ساعتين من دلوقتي صفارة الحكم هتبدأ مع نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وجاي أقول لك دلوقتي تشكيل الأهلي اللي هيبدأ بيه مارسيل كولر النهارده. عايز أقول لك إن مارسيل كولر الماتش اللي فات بدأ بتشكيل يعني مفيش واحد أهلاوي رضي عنه. طبعا هو بيعمل كده باصص لمباراة النهائي النهارده، وطبعا ده تفكير عقيم. يعني معلش كولر عمل انجازات مع الاهلي، ولكن برضو يعني انا دلوقتي ابص للماتش النهائي وما ابصش لماتش اللي هو السيمي فاينال بتاع سيراميكا. طب انا لو خسرت بقى من سيراميكا يبقى عملت ايه كده؟ ما عملتش حاجه. النهارده اتمنى، يعني هقول لك تشكيل انا اتمناه وانت قول لي تشكيل تتمناه النهارده. اتمنى ان كان شوبير هو اللي يبدا، قدامه ياسر وربيعه بما ان اشرف داري لسه مصاب. في اليمين اكرم توفيق، وفي الشمال يحيى عطية الله. قدامهم مركز 6 مروان عطيه، مركز 8 كوكا مركز 8. طيب قدامهم بقى في مركز 10 امام عاشور، يمين رضا سليم، وشمال حسين الشحات، راس حربة وسام ابو علي. ده التشكيل اللي انا تمنيته، واي اهلاوي هيتفق معايا على التشكيل ده. طيب التشكيل بقى اللي في دماغ عمك كولر، الشناوي في حراسه المرمى مش شوبير، وده اعلنه احمد شوبير الصبح. طيب قدامه ياسر ورامي، لان هم دول المتاحين قدامه. مش هيبدا بيوسف ايمن اللي ما لعبش خالص مع الاهلي لحد دلوقتي. في اليمين هيبدا بعمر كمال، في الشمال هيبدا بيحيى عطية الله، وفي نص الملعب هيلعب الثلاثي اللي بيلعب على في نص الملعب هيبدا بمروان عطيه، وقدامه مركز 8 هيبدا باكرم توفيق، وقدامه في مركز 10 هيبدا بامام عاشور. في اليمين ودي برضو نفس اللي احنا اتكلمنا فيها، بيرسي تاو هيلعب ببيرسي تاو برضو النهارده. وفي الشمال حسين الشحات. راس حربة يعني اتوقع برضو ان هو يبدا بطاهر. يعني هو بيقول ان وسام لسه مش جاهز، واتمنى ان هو يبدا بوسام، ولكن شايف ان هو ممكن يبدا بطاهر، او ممكن يبدا بطاهر وحسين وقدامهم وسام. يعني في اليمين يبقى طاهر. لسه مش عارفين دماغ كولر فيها ايه. بس انا عايز اقول لك ان كولر قصاد جوميز الفتره الاخيره مش كويس. جوميز ما معهوش لعيبه وبيعمل اداء ولا اروع بالقماشه اللي معاه. هنا بقى بيفرق ما بين مدرب ومدرب. كولر اجمد من جوميز 60 مليون مره وعلى دماغي، وخد بطولات وعمل انجازات مع الاهلي، ولكن معاه قماشه تساعده على كده. فهنا جوميز ما معهوش قماشه وعمل مباراه ولا اروع مباراه السوبر الافريقي. اللي ساعدوا على كده ان الاهلي ولاعيبه الاهلي ادائهم ما كانش على قد المباراه، او اللعيبه ما كانتش في يومها. زيد على ذلك ان برضو الدفعه اللي هم واخدينها من مباراه السوبر اللي كسبوا الاهلي فيها السوبر الافريقي هتديهم دفعه معنويه اكبر النهارده. وجوميز هيتحفظ وكولر هيتحفظ. خليك فاكر اللي انا بقول لك عليه، جوميز هيتحفظ وكولر هيتحفظ، وهيبقى ماتش على دماغنا. مش عايز اقول لك عامل ازاي، فل قوي. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ونتقابل ان شاء الله بعد المباراه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.